مع أخبار دوري أبطال أوروبا. وضمن المجموعة الثالثة يبحث برشلونة عن مقعد له في ثمن النهائي عندما يرحل إلى غلاسكو لمواجهة سيلتيك. برشلونة الذي شهد تشكيلته عودة ميسي من الإصابة سيعمل على تحقيق الفوز وحسم أمر التأهل، وستكفي الفريق الكتالوني نقطة واحدة لضمان مكانه في الدور المقبل، فيما سيحاول سيلتيك الذي يقبع في المركز الأخير بنقطتين تجاوز خسارته الكارثية ذهابا عندما اهتزت شباكه في 7 مناسبات كاملة في الكامب نو، والإبقاء على حظوظه قائمة حتى الجولة الأخيرة. في كل المباريات يجب علينا أن نسجل بكرا، ولكن سوف لن يتكرر ما حدث في المباراة السابقة. سلتيك سيدافع بالفعل في مناطقته، ولكن في هذه الحالة يحتاج إلى النقاط، ولكن هذه المباراة ستكون مختلفة، سوف تكون لدينا صعوبات في بعض أطوار المباراة، وهذه هي كرة القدم. سنعمل كردة فعل لما يقوم به الخصم، ولكن ستكون مباراة كما قلت مختلفة التي حدثت في السابق. علينا أن نقدم أداء جيدا وقويا وأن نضع خطة هجومية بحتة. يجب أن لا نخضع لأي ضغوطات في المباراة وأن نضغط عليهم في مناطقهم. أعلم أنه عندما تلعب ضد فريق يمتلك نجوما كبارا فإنك تحتاج إلى بعض الحظ أيضا، وعندما تأتي الفرص ينبغي اقتناصها وعدم إهدارها.